السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده سعر الرنجة ما شاء الله عليه، سعره غالي جدا. ما كنتش متوقعه يا حبايبي ان الرنجة تكون بالسعر ده. ولا البصل، اتفاجئت من سعر البصل، سعره عالي اكتر من امبارح كمان. الله المستعان. والسمك البوري والحاجات دي كلها غالية. قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا يا حبايبي، نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ الفيديو بتاعنا الجميل زي ما احنا متعودين يا حبايبي. انا بروح السوق يوم الاربع. فالنهارده انا رحت الاربع، النهارده سوقت لصاحبتي. وامبارح رحت التلات، الفيديو بتاعي نزل يا حبايبي امبارح تسويقتي يوم التلات بالاسعار. لو عايزين تشوفوا الفرق، يعني اسعار يوم بيوم وكده. لو عايزين تشوفوا الفرق اتفضلوا على القناه، هتلاقوا الفيديو نزل امبارح. اللهم صل على النبي. صاحبتي مسافره وجايه في الطريق، فقالت لي يا حبيبتي تسوقي لي. الصراحه نزلت جبت لها حبه خضار، وقلت يعني اجهزهم لما هي تيجي بالسلامه. ما شاء الله الطماطم سعرها حلو خالص يا حبايبي. الكيلو ب5 جنيه، انا جبت 4 كيلو ب20. سعر الطماطم هنا حلو خالص في العريش، سعرها جميل جدا. طماطم بلديه حلوه كده ما شاء الله. والفلفل الرومي يا حبايبي نص كيلو ب5، الكيلو ب10. وفي ناس بتبيعه ب8، بس انا كيلو ب10. انا جبته امبارح ليا برضو ب10 جنيه. الفلفل الرومي ما شاء الله سعره حلو. الليمون يا حبايبي الكيلو ب30، جبت لها ربع كيلو ب7.5. الليمون ب30. انا كنت جايبه الليمون بتاعي، كنت جايباه من واحده يعني معرفه بتبيع. الكيلو كان ب16. والرنجة يا حبايب قلبي اتفاجئت والله من السعر. انا اتفاجئت بسعر الرنجة كده، الكيلو ب90 جنيه. كيلو الرنجة وصل 90 جنيه. الله المستعان، الله يعين الناس ويقوي الناس على حالها. بس نفسنا احنا ناكل رنجة، زهقنا من الطبيخ وزهقنا يعني من السمك. قلنا ننوع نجيب رنجة، لقيتها ب90 جنيه. يعني الوحدتين دول يا حبايبي قطعين 70، الوحدتين دول قطعين 70 جنيه. الله المستعان. الواحد يعني مش عارف يعمل ايه في الاسعار دي. ربنا يعيننا ويقوينا كده على حالنا يا رب. والسمك البوري ب120، ده كيلو يا حبايبي قاطع 120. وحجمه مش كبير قوي، 3 سمكات زي ما انتوا شايفين. ده كيلو سمك ب120. الاسعار يا حبايبي طالعه خالص، والدنيا مولعه. يعني الواحد كل ما بينزل السوق بيلاقي الاسعار غير. كل يعني يوم بتزيد عن يوم. يعني امبارح كان بسعر، والنهارده زاد اكتر من امبارح. وجبت كيلو بتنجان ب10، الكيلو ده ب10 يا حبايبي. انا كنت جايبه الابيض امبارح ب5. وكنت جايبه اللي هو خد الجميل ب10، ده ب10 برضو. الاسمر ده يا حبايبي ب10. فجبت لها كيلو ما شاء الله ب10 جنيه كيلو بتنجان. والكنتالوب زي ما انتوا شايفين برضو سعره 2 ب25. انا كنت جايباه امبارح ب10، النهارده 2 ب25. دول قاطعين يا حبايبي 30، دول ازيد من 2 حوالي دول، لا عفوا دول 2 كيلو. قاطعين 25 يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله الاسعار مولعه. فامبارح كان ب20، ال2 كيلو ب20. والموز ال2 كيلو ب25. انا كنت جايباه برضو امبارح ب10 جنيه. لو عايزين تشوفوا يا حبايبي الفيديو ادخلوا كده هتلاقوا الفيديو نزل امبارح بالاسعار. هتعرفوا تشوفوا الفرق بين اسعار امبارح التلات والنهارده الاربع. انا بنزل الفيديو بتاعي يوم الاربع يا حبايبي، متعوده ان انا بنزله الاربع. بس امبارح رحت السوق ليا، والنهارده رحت لصاحبتي. والبطاطس كيلو ونص ب10، جبت 3 كيلو ب20. والخيار ب10، جبت نص كيلو ب5 جنيه. سعر البطاطس زي ما انا جايباها امبارح، والخيار زي ما انا جايباه امبارح برضو ما شاء الله. الاسعار يا حبايبي يعني الله المستعان. والبصل النهارده عربيه بتلف بيه بتبيعه زي ما هو كده يعني الشرش كده. قطع 2 كيلو ب20، يعني الكيلو ب10. كيلو البصل ب10 جنيه يا حبايبي. والمتقطع ده ب12 ونص، 2 كيلو ب25. فكانت العربيه بتلف بقى، صغيره في كبيره في كله، الكيلو ب10. بس لما هنقطع الشروش بتاعته يعني بتهيألي هيقل في الميزان. اللهم صل على النبي. والتفاح الكيلو ب35. الكيلو ده ب35. هو حجمه مش كبير يا حبايبي، هو صغير شوية. انا جبت كيلو ب35. برضه هو يعني ايه برضه غالي والله. يلا الله يعين الناس على حالها يا رب، ويقوينا كده ويعيننا ويسعدنا. وبكده هي دي المشتريات يا حبايبي اللي انا جبتها. يا رب كده المشتريات تعجبكم وتنول اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبايبي، اللي ما اشتركش في القناة، قناة احلى طبخة مع أم محمد، يتفضل كده يشترك وتشجعوني وتشرفوني كده وتكبروني وتدعموني، عشان قناتي دي تكبر. مش هتكبر غير بيكم يا حبايب قلبي. وتفرحوني كده باللايك وبالاشتراك وتسعدوني. وبكده خلصت معاكم يا حبايب قلبي، وفي رعاية الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.